اسمع يا سيدي، في أولى جامعة ربع القرآن، تانية جامعة نص القرآن، تالتة جامعة تلات أرباع القرآن، رابعة جامعة القرآن كله. دارت دورة الذل فأصبح الطالب يتخرج من الجامعة لا يحفظ القرآن، ويأخذ منا ومن أمثالنا من أساتذة الأزهر شهادة زور. الشهادة اللي بياخدها الطالب دي إما شهادة حق وإما شهادة زور. معناها الشرع إيه؟ يشهد الأساتذة الذين درسوا للطالب فلان أنه يستحق النجاح. أنا أستاذ بلاغة يستحق النجاح، نجحته تبقى شهادة حق، لا يستحق نجحته شهادة زور. شهادة زور. وشهادة الزور قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: نعم. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور والعمل به. نعم. بتركبك أول صاروخ رايح على جهنم أي بني آدم شاهد زور. ليه؟ لأن شرورها عظيمة، تسلب الحق من صاحبه وتعطي الحق لمن لا يستحق وتظلم أمة بفرض. الأولى والثانية مفهومة، واحد بيتظلم والثاني بياخد. يعني إيه تظلم أمة بفرض؟ حضرتك أنا طالب عندك وخرجتني وأنا فاشل، أنت فاكر إن أنا فاشل بس؟ ولا هضيع أمة؟ هشتغل مدرس في أولى ابتدائي عند 40 طالب، في 5 ابتدائي عند 60 طالب. في مدرس بيدرس لفصل واحد حضرتك 3 4 فصول في 50 طالب ب 200 طالب السنة دي، 200 طالب السنة الجاية. أنا أمام مسجد طلعت المنبر مش عارف حاجة. يا أستاذ خالد، أنا رأيت بعيني رأسي مواقف 3 في كلية الدراسات الإسلامية والعربية. طالب في شعبة الشريعة يضع المصحف تحت قدمه في الامتحان، وآخر يضع المصحف في المرحاض في الحمام، وثالث في الحوش. من ضيق المكان بنعمل لجان في الحوش وسرادق بيغش من المصحف. المراقب شافه يعمل ايه بقى؟ عشان يعمل له محضر غش هيدبس المصحف فين؟ في الورقه. راح رامي المصحف. في الازهر انا اشك في اسلامه مش في انتسابه للازهر. ويوم كنت طالبا في الفرقه الرابعه في كليه اللغه العربيه، اذكر الدكتور ابراهيم الخولي شفاه الله وعافاه، طالب يغش في ماده القران. قال له: يا ابني، الشيء الوحيد الذي لا يشفع لاحد فيه القران. أعدك أنك سترسب في كل سن حياتك، وفي أي كلية سترحل إليها سأكون خلفك، لأن مثلك انتسابه للأزهر حرام. كان في رابعة وبيغش في القرآن، والدكتور قال له: دي ما فيش فيها شفاعة، هتسقط في كل حاجة، تروح ما تقعدش عندنا. إيه اللي عندك بقى في الحاجات دي يا شيخ محمود؟ اللي حصل الأزهر بقى يحفظ قرآن بعد ما كان بيحفظ فين؟ في الكتان. أنت أزهري؟ أنا أزهري. ما عندكش مشكلة مع الأزهر؟ يعني قصدي ما فيش حاجة شخصية عشان الناس تقول لك إيه أصل كان هيتعين معيد ورفضوه. لا يجي يقول لك إيه أصل واحد حاقد على الأزهر عشان كان أصلا يتعين معيد ومشوه، أصله كان مش عارف فين ورجعوه. ورجعوه. فاضل قولة الحق معاداة من أهل الباطل.